لما كنت مثلا عندي مشكله مع منتج ما وطلع قال في التلفزيون ده عمرو دياب ده خلاص ده كبر ده انتهى، فرحت طالع في البوم ليل نهاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل أقوى ألبوم لعمرو دياب اللي هو أهم مطرب يبقى شكله إيه وفيه إيه؟ ليه أقوى ألبوم؟ إيه المواضيع اللي اتكلم فيها؟ أكيد مواضيع خطيرة ومصطلحات جديدة. طب الألحان كان شكلها إيه؟ لأن أغلبها اتاخد واتعمل بيه أغاني بلغات مختلفة، فواضح إنها كانت ألحان شديدة جدا. طب المزيكا الصيفية دي، هو ألبوم نزل في صيف 2004 ليلي نهاري، كل مزيكته من توزيع نادر حمدي ما عدا أغنية واحدة. طب ليه نادر حمدي؟ ودي حاجة حلوة ولا وحشة إن نادر حمدي يوزع كل الأغاني؟ طب إيه أقوى 3 أغاني وأضعف أغنية؟ طب أكتر أغنية أوفر ريتد، أكتر أغنية أندر ريتد مش واخدة حقها؟ ده الهدف، نجاوب على هذه الأسئلة وإحنا بنستمتع بمراجعة الألبوم. فكل شوية هتلاقيني بجاوب على سؤال من وجهة نظري، وأنا قلت وإحنا بنستمتع بمراجعة الألبوم دايما تحليل ألبومات عمرو دياب بيكون ممتع جدا، لأنه صاحب رؤية، عنده وجهة نظر، مش بينزل ألبوم في أغاني حلوة وخلاص زي أغلب الناس. وده على فكرة حلو عادي جميل مش سهل كمان، إنما لا، هو عنده مشروع، عنده فكرة، تحب تبص على الألبوم بنظرة شاملة وتشوف الراجل ده كان ناوي على إيه، كان عايز مننا إيه. فيلا نبدأ. ليلي نهاري، تعالى حبيبي لا ملامة حبيبي خدني ليك. انا مش عارف يعني ايه ليلي نهاري تعالى حبيبي خدني ليك. طب انا ممكن اجي سيبك من الكلام بقى دلوقتي، لان بعد شويه بيقول له قلبي يا ما حبيبي خاف عليك. انا ما بفهمش الكلام ده، بس اللي انا فاهمه ان كتير كلام بيتكتب على لحن فالكلام بيتظلم لانه بيبقى محكوم باللحن. ده حاصل هنا ولا لا مش متاكد. اللحن لحن مين؟ لحن عمرو مصطفى، رغم انها مكتوب عمر مصطفى. ما اعرفش الراجل ده بيحصل معاه كده ليه، رغم انه عامل اغاني رائعه في هذا الالبوم. عاجبني في لحن ليلي نهاري انه بيمد ويخطف. بيمد ازاي؟ ليلي نهاري في تعالى تعالى، وبعد كده يخطف يقطم حبيبي لا ملامة حبيبي خدني ليك. المادة والخطفة دي تبين لك حلاوة صوت عمرو دياب، لان تحس الصوت بيجري معاك، خصوصا لما عمرو دياب يجي يعيد ويقوم ضايف حلية بقى كمان ليلي نهاري تعالى حبيبي، فتبقى تحفة. ولما بنقف المزيكا بترد وبتملى بايه؟ يخاف بالصفارة. جميلة، أحلى حاجة في المزيكا الجملة اللي بيقولها وآخرها صفارة، اللي هي دي. كلام عمرو دياب ونادر حمدي ومع حفظ الألقاب لجميع الفنانين في برنامج الحلم. كان برنامج كده من زمان اتعمل، فكرته حلوة، بيحللوا فيها ألبومات عمرو دياب ومين اللي كان بيحللها؟ عمرو دياب وصناع الألبوم. فبتسمع أحلى كواليس وأحلى تفاصيل. فكانوا بيقولوا إنه مفتاح الأغنية دي ليلي نهاري هي السقفة دي اللي بنينا عليها إيقاع الأغنية ومزيكة الأغنية، وبنكمل بقى بيها. والسقفة دي ورغم انها مش سهلة كانت الناس بتلعبها في الحفلات بإتقان، فده دول قد ايه الناس اتعلقت بالأغنية وبالألبوم وبالمزيكا. يعني حتى كان بيخلي الجمهور كله يسقفها معاه كده. انا كنت بقشعر اصلا. ورغم انه كلام رائع، ولكن طب بما ان السقفة هي مفتاح الأغنية وحاجة مميزة لهذه الدرجة، ليه ما بدأناش بيها الأغنية في النسخة الأوديو؟ ايه ده؟ امال الأغنية بتبدأ بإيه؟ بتبدأ بصوت عمرو دياب، غنى حر حلو، وده جذاب جدا، وصوت عمرو دياب جميل وكل حاجه. بس ده عملناه قبل كده في نور العين وفي العالم الله، وحتى هنا هتلاقي في خلينا نشوفك بادئين بغنى عمرو دياب. فقصدي مش جديد، انما لو كنت السقفه دي عملتها بطريقه ما بشكل ما مختلف تبقى بدايه مميزه للاغنيه. عملوا كده في الفيديو، في النسخه بقى بتاعت الفيديو الكليب المتصور بادئين بالسقفه. في جميع الاحوال اغنيه صيفيه راقصه رائعه، حلو جدا، تبقى عنوان للألبوم. نخش على اللي بعده. ليالي كنت مش عايش ومستنيكي تحييني. طبعا ناس كتير تقف هنا وتقول له عندك ايه اللي انت بتقوله ده حضرتك؟ مين دي اللي تحييك؟ ده اللي بيحيي ربنا. اكيد ما يقصدش. الاغنيه دي فيها اقوى سولو مزيكا اتلعب في الالبوم كله من وجهه نظري. يعني مواطن الجمال في الاغنيه بتبدا من السولو اللي بيتلعب في اول الاغنيه على طول، خطيره، مع الايقاع بقى اللي بيخش تحسه R&B كده روش. والمزيكا كمان عامله حركه في منتهى الذكاء. المفروض اللحن 3 جمل: عيونك شايفها وحاسس ان انا عارفها، وبعدين في السينيو اللي هو عالي، فبين الكوبليه والسينيو في زي كوبري عشان ما تنطش على طول لوحشتيني. طب الكوبري ده بيقول ايه؟ سنين شايفك في احلامي بنادي عليكي ضميني، وبيقعد يعلى لحد ومستنيكي تحيني وحشتيني وحش، فيبقى كده كوبليه وفي كوبري بيعلى معاك عشان يوصلك لوحشتيني بتسلسل. طب ايه الحركه اللي المزيكا عملتها في الاخر خالص في تالت كوبليه والاخير؟ حصل ايه؟ يا ريت قبل ما اكملها حضني ونقولها احنا الاتنين
المفروض بقى يقول ايه؟ سنين شايفك في احلامي، او المقطع التاني اللي هو الكوبري لحد وحشتيني، كنسله ما قالوش. لما يقول هي هي وحشتيني على التالت على طول، وحشتيني وحشتيني. قد ايه النطه دي خلت الموضوع حماسي جدا، خصوصا ان صوت عمرو دياب كمان كان حساس قوي ورومانسي في الاغنيه دي. يعني في حليه كده مثلا المفروض يقول كانك معايا بقالك عمر ويايا، لا قالك ويايا. فبالاحساس ده لما تيجي تسحبني في الاخر بجيتار عنيف في ديستورشن، فلا جامده. نخش على الاغنيه اللي بعدها، وهي الاغنيه الاقوى من حيث الكلمات من وجهه نظري. طبقا برضو لبرنامج الحلم، الشاعر بهاء الدين محمد بيحكي بيقول انه قال لعمرو دياب انا عندي فكره جديده. قال له اصل الالبوم خلص خلاص، بس قول كده الفكره. فقال له الفكره، قال له الالبوم ما خلصش. رجعته تاني بقول له انا عامل فكره جديده تسمعها، قال لي مصر خير بس سامعني. سمعها قال لي مصر فتح بالمعنى ده. فلحنت تنسى واحده، كلامها كان عاجبني قوي. ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحده. وعجبته الفكره لدرجه ان عمرو دياب اللي لحن الاغنيه بنفسه. طب ايه الفكره دي؟ هي استثناء لقاعده مشهوره جدا بتقولك لو عاوز تنسى واحده خلي في واحده غيرها. بص بقى، هي الاغنيه بتضرب لك مفك في الموضوع ده. ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحده ولسه مش لاقي اللي عايزه في اي واحده؟ كل ده علشان بتهرب من الحقيقه، كل ده علشان يا قلبي تنسى واحده. يعني مش عارف ينسى رغم انه كل يوم بيحاول يدخل واحده جديده. ده كمان بتفتح عينينا على حاجه مهمه جدا، انك لما بتتعرف على واحده عشان تنسى واحده وبتفشل في هذا الموضوع، فانت كده ظلمت الواحده الجديده اللي انت اتعرفت عليها دي، ما ملهاش ذنب بقى في موضوعك اللي انت عايش فيه. ففكره خطيره تستحق ان هي كل كوبليه على فكره بتتعاد الجمله زي ما هي. كل ده علشان بتهرب من الحقيقه، كل ده علشان يا قلبي تنسى واحده. قلنا عمرو دياب اللي لحنها مش بمقام شرقي، بمقام كرد، بس بستايل شرقي يليق مع ايقاع المقسوم اللي هو الايقاع اللي بيرقص، هنشوفه دلوقتي، مع الوتريات اللي في الاول اللي ستايلها شرقي، وجمل اللحن ممتعه وفيها سكتات بتخلي المزيكا ترد. ليه يا قلبي بص الجيتار لحد ما بنوصل لأعلى حتة عندي اللي هي اللحن بينط بيروح، فبتبين انه عايش الحالة قوي. نسيتها كل ده قبل ما نخش على الأغنية اللي بعدها، أنا بس في حاجة معترض عليها، اللي هو بيقول أنت عارف حتى تعشق حد غيرها، ده أنت وأنت وهي غيرها بتفتكرها. طب ما ده طبيعي، يعني هو مش رايح يعشق، ده رايح يتعرف لسه، يعجب، يحب. لكن هو أنت عارف تعشق؟ طب ما طبيعي ما أعرفش أعشق، ده العشق ده مرحلة متقدمة جدا، ده احتمال يكون ما عشقش الأولانية أصلا اللي هي الأصلية، فالعشق ده أنا مش بحسها قوي يعني. نخش بقى على أروش أغنية وأكتر أغنية مش واخدة حقها، حبيبي خد قلبي معاه، كل أملي إن أعيش وياه، عنده جرحي وعنده دواء. كلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، ألحان الموسيقار عمرو طنطاوي، هو عازف الجيتار اللي مع عمرو دياب. ده اللحن الوحيد ليه في الألبوم ده، لحن قوي جدا وسريع جدا. انا شايف المفتاح هنا هو بدايه اللحن في الاول خالص، قلناه مره بالمزيكا اللي هو خد قلبي معاه، وبعد كده عمرو دياب بيقوله. فشوف استغلنا اللحن ازاي بالمزيكا. خد قلبي معاه، هي المفروض حبيبي خد قلبي معاه، هو شال حبيبي في الاول فخلاها خد قلبي معاه، على طول بقت اروش، سواء لما اتلعبت في الاول بالمزيكا من الاكورديون او لما عمرو دياب بدأ بيها. في حليه برضو موجوده في اللحن جامده قوية دي. بص بقى اللحن لما بتلعب بالاكورديون، استغلنا اللحن استغلال رائع. طب هل كده المزيكا ضعيفة عشان واخدة من اللحن؟ اطلاقا، بالعكس. اولا هي استخدمت اللحن حلو قوي يحسب لها، غير الايقاع جامد مع الصفارة دي، الاكورديون مدي مود حلو. ده في حوار في الاخر محدش بياخد باله منه، ممتع جدا، بستناه يجي صوت كده وتريات بس ملعوب في الصوت بهندسة الصوت، مش عارف بقى ايكولايزر ولا ايه. جملة اللحن برضو بص دي تحفة، خصوصا انها جاية بعد حلية من عمرو دياب برضو رائعة، اللي هي ايه؟ المفروض يقول حبيبي كل امل نعيشه، لا قال لك حبيبي كل امل نعيش وياه. الاغنيه اللي جايه دي تاني مره هنسمع المقسوم، ولكن اول مره نسمع ملحن اسمه محمد يحيى مع عمرو دياب. ده ملحن كبير، هو كان عمل مع عمرو دياب حاجات قبل كده بس ما كانتش للاسف بتنزل في الالبومات رسميا. اقوى حاجه عملها مع عمرو قبل كده وما كانتش نزلت، معرفش ازاي كانت خطيره جدا، اللي هي ليالي
ولسه فاكرك يا حبيبي. ماشي نرجع لاغنيتنا. يدق الباب، والشاعر بهاء الدين محمد قصصه مميزه. هو عمل لك مشهد يدق الباب، اقول هي، اقول رجعت خلاص ليا، وتخلص غربتي وافرح واخاف من فرحتي افتح، تكون لعبه الظنون بيا وتطلع تاني مش هتقوم تفتح. طيب ايه رايك في الفكره دي؟ ده طول الاغنيه هيقعد يحكي وهنخرج من الاغنيه مش عارفين قام فتح وطلعت هي ولا لا. طبعا الكلام حلو وفي ستوري تيلينج، 3 مقاطع، كل مقطع بتشوف هيحصل ايه. نهايه اول مقطع تكون لعبه الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. طب اللي بعده وماشي بقوله ايه يمنع تحن الحبها وترجع وهكذا، وبيخلص بايه؟ تكون لعبه الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. هو خايف تطلع مش هي عشان كده مش عايز يفتح. اخر مقطع بقى بيغير النهايه. ده قلبي دف دقاته مش شوق اوقاته لحد، لكن نفسي ولو مره ما تلعبش الظنون بيا وتطلع بعدها هي. طب ايه اللي حصل؟ ما اعرفش، ما قالش. طب انا عاوز اعرف هتطلع هي ولا لا. اعتبرها طلعت هي، يعني اعتبر الجمله اللي في الاخر ما تلعبش الظنون بيا وتطلع بعدها هي دي معلومه ان هو بيقول نفسي ولو مره ما تلعبش الظنون بيا. اللي حصل وتطلع بعدها هي اللي بتخبط. سهله هي، خلينا متفائلين. بعد كده بقى حصل ايه؟ موسيقيا بقى حصل قلق، جيتار قوي بيلعب على المقسوم. بص ازاي. حلو، ده مش سهل. نهايه حلوه للمزيكا من نادر حمدي، زي ما البدايه بتاعته كانت حلوه، كان جيتار على المقسوم برضو بس مش جيتار قوي تحسه روك كده، لا كان جيتار رومانسي. وبدايه مميزه. الاغنيه الجايه بقى دي هي الاغنيه الاغرب في الالبوم، وبالتالي ففي حاجات كده يا تحبها قوي يا ما تحبهاش خالص. دي كده خلطتها غريبه. ايه رايكم نقولها دي بقى في الفيديو اللي جاي، الجزء الثاني، نكمل فيه باقي الاغاني، وبعد كده نظره عامه سريعه على الالبوم، اقوى الاغاني فيه وبالاغنيه الاضعف. وشكرا.